كونيتشيوا منا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بتم الصحة والعافية. اليوم حضرت لكم اعمال تقلد كيميتسو نو يايبا او قاتل الشياطين، مو بس تقليد بل ايضا اقتباسات وطقطقة. الفيديو هذا عبارة عن سلسلة ونزلنا على الكثير من الانميات، واليوم جاء الدور على انمي قاتل الشياطين. سنتحدث في البداية عن مانجات، بعدها مانهوات قلدت كيميتسو، مرورا ايضا بالانميات، وفي الاخير عن تلميحات من عالمنا. فنعم، قبل ما نبدأ أتمنى تدعموا هذا المقطع تقديرا على تعبنا. ضعوا لايك واشتراك وانشروا هذا المقطع في كل مكان. وبس يلا بينا. نبدأ بأول عمل، وعندنا مي أندروبوكو. في هذا المانجا قلدوا كيميتسو في الغلاف، فلو تشوف الغلاف رقم 15 من كيميتسو والغلاف أو المجلد رقم 6 من مانجا مي أندروبوكو، فراح تجد تشابه مو طبيعي. مدري إذا تعتبر هذه طقطقة أو اقتباس، أخبرنا في التعليقات ما رأيكم، هل تعتقدون أنها طقطقة أو اقتباس؟ في مانجا جراند بلو قام المؤلف بجعل شخصية تقلد شخصية إينوسكي من كيميتسو. في مانجا جوجوتسو كايسن قام المؤلف جيجي أكوتامي أو كيكي أكوتامي برسم لعبة اسمها دي اكس نيتشيرين سوورد، وهذه لعبة من شركة بانداي وخاصة بكيميتسو نو يايبا. طلع مؤلف جوجوتسو من عشاق كيميتسو، وأيضا أشار إلى كيميتسو في أحد السكيتشات الخاصة به. وفي عمل جانبي لديدبول اسمه ديدبول ساموراي واللي يعتبر مانجا، وضعوا غلاف على طريقة أحد الأغلفة لكيميتسو نو يايبا، واللي هو الغلاف الأول اللي كان فيه تانجيرو مع نيزوكو. في مانجا ويتشوات تظهر صفحة تحتوي على القلعة اللانهائية، وكانوا يتحدثوا عن ناكيمي واللي هي الشيطانة التي كانت تتحكم بالقلعة، وأيضا تم الإشارة لكيميتسو في عدة مرات في هذا العمل. وفي مانجا اسمها تونيكاوا كاواي تظهر ميتسوري وأوبوناي. وفي مانجا كاغويا ساما قام المؤلف آكا أكاساكا بالإشارة لكيميتسو في أحد الفصول. واو، إذن هذا هو المكان الذي يتم فيه نشر قاتل الشياطين. في ذلك اليوم عقب جنون قاتل الشياطين اتجهت فوجيوارا إلى شويشا. شويشا هي شركة النشر اللي تقوم بنشر مانجا كيميتسو. وفي الأسفل مكتوب شكرا جزيلا لفنانة الأوبننج قاتل الشياطين اللي هي ليسا على توصية أوشينوكو. طبعا أوشينوكو وكاغويا ساما من نفس المؤلف، واصلا في أوشينوكو في بعض التلميحات وظهور شخصيات من كيميتسو في العمل، فمثلا ظهر تانجيرو في مانجا أوشينوكو. والآن المانهوا. في منهوة لوكي سيم شفنا تقليد واضح لملابس شخصية كيميتسو، وأيضا وضعية هجوم زينيتسو، وأيضا تقليد لنيزوكو. وفي مانهوا صينية ومكورية اسمها نا كانغليم ظهرت شخصية تقلد رينجوكو. وفي أنمي Undead Unlock ظهرت لقطة مشابهة جدا لحركة كيميتسو. في المانجا ظهرت بشكل أوضح، والاقتباس ظهر بشكل أفضل. وفي أنمي اسمه سوماتسو سان، هذا الأنمي قلد حرفيا الكثير من الأنميات ومنهم كيميتسو. ظهرت شخصية بملابس تانجيرو وهي تقلد حركة تانجيرو اللي هي حركة تنفس الماء، لكن غيروا الاسم إلى تقنية القط أو ما شابه. والآن إلى التلميحات. في أحد الصور الدعائية لمرشحي الحزب السياسي نيبون إيشين نو كاي انشهرت هذه الصورة أو هذا الإعلان، وهذا بسبب إشارتها
الواضحة إلى أنمي قاتل الشياطين. بالألوان والتصميم واضح أنه مقتبس أو أصلا مستعمل من قاتل الشياطين، يعني حرفيا سرقوا تصميم. وفي أولمبياد طوكيو 2020 تم استخدام أغنية كيميتسو، الأغنية الأولى الخاصة بليسا. تخيل معي هذا الحدث الضخم اللي شاهده الملايين من الناس على المباشر وأيضا في الملعب هناك، وبيشغلوا لك أغنية أنمي. فلوتاكو شكلهم بيسيطروا على العالم يا جماعة. وبس يا جماعة الخير، أتمنى يكون عجبكم المقطع. كالعادة بنوصيكم اللايك واشتراك، واخبروني في التعليقات ما هو أفضل عمل قلد كيميتسو وطقطق على كيميتسو واقتبس من كيميتسو. أخبرونا في التعليقات، وأتمنى من الجميع أن ينشر المقطع ويضع اللايك، لأن هذا المقطع صراحة أخذ كثير من الوقت وأنا أبحث عن هذه الأعمال ومين يقلد كيميتسو ويقتبس. فحرفيا كان في شوي تعب في هذا المقطع، مو شوي يعني كثير من التعب، بس معليش، المهم ننشر لكم كل يوم يا جماعة. فنعم، لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان. وبس جانا منا بنشوف شخصية تقلد المحقق كونان بنفس الملابس بنفس تسريحة الشعر. في هذا الانمي يا جماعة بنشوف سينشي واران. تخيل معي سينشي واران جاءوا الى انمي انوياشا. عندنا كمان لوفي، ظهر لوفي في نفس اللقطة، وبرضه تلك اللي من دروبي مع دوريمي. وفي انمي جينتاما يظهر ريوغ وهو فوق سطح المنزل. وفي انمي اسمه فول ميتال بانيك تظهر عدة شخصيات من انمي ديت نوت. نشوف مثلا ميسا ميسا واب لايت وايضا لايت ياغامي وايضا المحقق راياتو لما لمست ديت نوت. ففي هذه اللقطة كثير من الانميات قلدت هذه اللقطة بالذات. فمثلا عندنا انمي نوراغامي وانمي باكومان وفي انمي هاياتي نو غوتوكو وايضا في انمي يورو يوري وفي انمي نورين ايضا وفي انمي هاجيميتي نو غال. 待て待て待て受け合いながらさりげたバッドエンドにあらがう